ماما، ماما، ليه ما صحيتيش بدري؟ انا اتأخرت على الشغل. انتي نايمة من امبارح لحد دلوقتي. ماما اصحي يلا، احنا اتأخرنا. هو في ايه يا ماما؟ قومي. يا نهار اسود. ماما انتي ساكتة كده ليه؟ ماما انتي مش راضية تصحي ليه؟ احمد، انا خايفة جدا على ماما. انت مش شايف هي عاملة ازاي؟ انا مش عارفة حصل لها كده ازاي. كانت معايا كويسة ودخلت تنام، ولما رحت اصحيها لقيتها كده. ما تقلقيش يا زينة، إن شاء الله هتبقى كويسة. ادعي لها وربنا كبير. ازاي لسه عايشة؟ ده انا ما سبتهاش لما كانت خلاص بتترعش في ايدي زي القطة ب7 أرواح. بس هتروح مني فين؟ لو قدرتي تنجي من المرة اللي فاتت ان شاء الله المرة الجاية هتظبط. عايزة تخرجيني من البيت؟ ده انا هخرجك على ظهرك. سامحيني يا زينة، يا صاحبة عمري. ما ينفعش يبقى عندك أم بتحبك وشخص بيحبك وأنا عايش لوحدي، ماليش أهل ولا حد يحبني. انتي السبب في كل ده. كنتي دايما بتحسسيني إني ماليش حد. خلاص ما بقتش قادرة استحمل. زينة، الدكتور قال إن القعدة هنا ملهاش أي لازمة، ولين لوحدها في البيت. يلا نمشي. أكيد ولا أكلت ولا شربت من الصبح. أيوة، نسيت لين أصلا يا أحمد. أكيد دلوقتي جعانة ولا عطشانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شبعتي يا لين؟ أنا أسفة يا حبيبتي. معلش يا لين، أنا كنت عند ماما في المستشفى. ماما تعبانة قوي يا لين، حالتها صعبة خالص. اشرب الشاي يا أحمد هيبرد. وحشني الأكل من إيديك يا زينة والشاي، وحشني كل حاجة فيكي. بطني يا زينة، مش قادر، بطني بتتقطع. مالك يا أحمد؟ مش قادرة، أنا كمان بطني بتتقطع. يا أحمد الحقني. أنا رايحة أطمن على مامة زينة. ما تقلقوش، مش هتأخر، هطمنكم وأنا هناك. ليه كده يا لين؟ ازاي قدرتي تعملي فيا كده؟ ازاي هان عليك يا صاحبتي؟ حرام عليك يا لين، انا ما استاهلش منك كده. معلش يا زينة، سامحيني بقى. انتي واحمد هتفضلوا مع بعض، ما تخافيش، احمد هيبقى معاكي.